ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين والدنيا كويسة والدنيا تمام وكل حاجة زي الفل. أخيرا وصلنا البورت 8، يعني اللي وصل لهنا كينج جدا وبرنس وكل حاجة في الدنيا. وإن شاء الله اللي وصل معايا لحد هنا وبيكتب معايا بجد في كل اللي أنا كنت بكتبه هو بجد يعني حاطط الامتحان في جيبه. ماشي. هناخد في البورت ده هناخد الكومبلكس نمبر. درس سهل جدا جدا جدا، ما ينفعش تفوته، ما ينفعش تنقص فيه درجات خالص، عشان ده اللي هيزود لك المجموع إن شاء الله يعني. لو سمحت كل الأسئلة اللي حليتها حلوها ورايا، القوانين تتكتب عشان تتكتب وتتحفظ مش تتكتب بس. ماشي، يلا بينا نبدأ. يلا نبدأ بأول سيكشن. دلوقتي أنا لما بقول لك روت أو جذر 4 يساوي سالب أو موجب 2، تمام. طب لو قلت لك مثلا الجذر معروف يا جماعة، جذر مثلا الاتنين ملوش جذر عشان هيطلع برضو روت 2 أو بكسور، تمام، بس احنا مش هنكتب الكسور. طيب ايه بقى الجديد دلوقتي؟ الجديد معايا ان انا لو قلت لك روت نيجاتيف 1 تعرف تقول لي ايكوال كام؟ هتعملها كده زي ما هي على الآلة، هيقول لك مات ايرور. يعني ايه مات ايرور؟ يعني العملية دي غلط. طيب وليه قال لك كده؟ عشان جذر السالب واحد مش برقم، ماشي؟ هو بحاجة تخيلية يعني imaginary مرموز لها باي. من هنا سمينا الروت نيجاتيف 1 اي. تمام. طب انا هستفاد من الكلام ده. بص يا عم، هقول لك هنا اي بتساوي روت نيجاتيف 1. تمام. تعال نجيب كده الاي سكوير، عشان قلت لك ان الاي بنيجاتيف 1 طيب لو قلت لك اي سكوير يعني كأني بقول لك روت نيجاتيف 1 باور 2. طيب انت لو راجل فاهم ماس وفاهم رياضة هتقول لي ان الباور 2 بيودي الروت، صح؟ الأس ده أس 2 بتودي الجذر، ماشي. طيب امسح لي الأس 2 وامسح لي الجذر، راحوا مع بعض، هيتبقى لك سالب واحد، يبقى الاي سكوير بسالب واحد. تقول لي الله ازاي imaginary طلع لي هو كده، هي كده يا جدعان، تمام. ماشي، يبقى الاي بروت نيجاتيف 1 والاي سكوير بنيجاتيف 1. طيب بس كده ولا عندنا حاجه كمان؟ عندنا حاجه كمان، ايه هي؟ اي باور 3. الله، ايه اي باور 3 دي؟ هنا كده مثلا كاني قلت لك اي مضروبه في اي سكوير هتديك اي باور 3، صح ولا لا؟ صح. طيب الاي انا كنت قايل لك انها بروت نيجاتيف 1 مضروبه في اي سكوير قلنا انها ايه؟ بنيجاتيف 1. طيب طب ما روت النيجاتيف 1 ده ملوش فكه، هو الروت نيجاتيف 1 ده باي، فهنرجعه تاني اي زي ما كان. طيب اي في نيجاتيف 1 هيبقى نيجاتيف اي، تمام. يبقى في الاخر الاي باور 3 بنيجاتيف اي، نيجاتيف اي مش نيجاتيف 1. راجع معايا كده، احنا قلنا ايه لحد دلوقتي؟ قلنا لحد دلوقتي ان الاي بروت نيجاتيف 1 والاي سكوير بنيجاتيف 1 والاي باور 3 بنيجاتيف اي. طيب في حاجه ناقصه، ايه هي؟ تعالى بقى نجيب الاي باور 4. اي باور 4 ايكوال بنفس اللوجيك. مش انا قلت لك ان اي مش انا لو قلت لك ان اي باور 2 مضروبه في اي باور 2 هيديك اي باور 4، صح؟ طب ما الاي باور 2 احنا قلنا انها بكام؟ افتكر معايا كده، قلنا ان الاي باور 2 بنيجاتيف 1. ماشي، بكتب لي نيجاتيف 1 مضروبة في نيجاتيف 1، اعملها على الآلة يطلع لك واحد، فهيبقى معاك ان الاي باور 4 بواحد. ماشي، اكتب لي انا الاي باور 4 بواحد. شايف انت الاربع قوانين دول؟ هو مش قوانين، هو الاربع اختصارات دول يتحفظوا صم. ماشي، قلنا ان الاي بروت نيجاتيف 1 والاي سكوير بنيجاتيف 1 والاي باور 3 بنيجاتيف اي والاي باور 4 ب1. طيب
تفتكر انا لو قلت لك عايز اي باور 5 تعمل ايه؟ اي باور 5 اول لما تلاقي المنظر ده، اول لما تلاقي الباور رقم اعلى من 4 نقص من الباور 4. فهتقول لي ايه؟ هتقول لي ان الاي باور 5 هي الاي، مش عملت 5 ناقص 4 يبقى 1 يبقى اي. تمام، يعني الاي باور 5 هي الاي اللي هي روت نيجاتيف 1. تمام. طب لو قلت لك مثلا اي باور 15، تقول لي ان اي باور 15 اقعد نقص منها 4، نقص منها 4 هتبقى 11، نقص منها 4 هتبقى كام؟ هتبقى 7 باين 7 اهو، نقص منها 4 هتبقى 3. صح؟ ان شاء الله اكون صح. ماشي، يبقى في الاخر الاي باور 15 دي هي بالظبط الاي باور 3. ماشي ماشي، رقم ما تكونوا اتلخبطتوا. بنفس اللوجيك ده بقى للاخر. طيب او اقول لك على طريقه تانية عشان ما تقعدش تنقص اربعات. لو جاب لك رقم كبير، لو قال لك مثلا اي باور 75، اول حاجه هتعملها امسك الرقم ده اقسمه على 4. تمام تمام، 75 على 4 مش عارف بكام والله، ثواني هتبقى 32، هيبقى ربع غالبا. هيطلع معاك رقم وكسر جنبه. ماشي، الكسر ده لو 25، لو ربع يعني يبقى دي اي، لو ونص يبقى دي اي سكوير، لو 75 يبقى دي اي باور 4. ماشي، لو مفيش كسر اصلا، لو الخانه دي صفار. انا عكيت فين؟ معلش انا اسف، دي هتبقى اي باور 3. معرفش انا نطيت من اي باور 2 لاي باور 3 على طول، لا اي باور 4. ماشي، دي هتبقى اي باور 3، دي هتبقى اي باور 4. تمام تمام، مش هقص الحته دي بصراحه عشان مكسر. تمام، فهو مثلا لو طلع معاك هنا اي باور 100، هتعمل ايه؟ تقسم ال 100 على 4. لما تقسم ال 100 على 4 هيطلع لك 25 بس ومفيش كسور. ماشي، هيطلع معاك هنا صفار، يبقى دي ايه؟ اي باور 4. ماشي، اي باور 4 احنا قلنا انها كام؟ 1. يبقى الاي باور 100 دي هي بتساوي 1. حلو حلو. تعال نخش على السكشن اللي بعده. الخطوه السريعه اللي انتهت مني في السكشن اللي فات، انا دلوقتي قلت ايه؟ قلت ان الاي بتساوي روت نيجاتيف 1، والاي سكوير بتساوي نيجاتيف 1، والاي باور 3 بتساوي نيجاتيف اي، والاي باور 4 بتساوي 1. تمام، خش على بعضه على طول. وقلت لك بقى ان لو الباور عندك كبير، لو الباور مش 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، لو الباور اي رقم فوق الاربعه، مثلا 22، لو هو 22 اول حاجه بتعملها تاخد ال 22 تقسمها على 4. طيب، طلع لك هنا رقم صحيح وطلع لك هنا رقم كسر. طيب، في الخانه بتاعت الرقم الكسر دي يا اما هيطلع لك ربع اللي هو 25، يا اما نص اللي هو 50، يا اما واحد الا ربع اللي هو 75، يا اما مش هيطلع لك كسور خالص تبقى اصفار. طيب، في حالة ان الخانة دي طلع فيها ربع، يبقى الاي باور 22 دي بتساوي اي اللي هي هنا. طيب، لو في الخانة دي طلع نص اللي هو بوينت 50، ماشي، يبقى بتساوي اي سكوير، الاي باور 22 بتساوي اي سكوير. طيب، في الحالة ان طلع 75، يبقى الاي باور 22 دي بتساوي اي باور 3. طب في حالة ان مفيش اصلا ريميندر، مفيش اصلا باقي اسمه، يبقى في الحالة دي الاي باور 22 هتساوي اي باور 4. انا طبعا الاي باور 22 دي ليها قيمة واحدة من دول، ولو حسبناها هيطلع هنا بوينت نص، فهتبقى بص على النص هنلاقيها اي سكوير. يبقى الاي باور 22 دي هي بالظبط الاي سكوير، هي بالظبط. ماشي ماشي، يا رب السكشن ده يكون واضح. السكشن اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان في حاجة اسمها الزد. تمام، ايه الزد ده؟ ده الكومبلكس نمبر، الرقم المعقد. ترجمة حرفية قوي بس هي اسمها كومبلكس نمبر. طيب، ايه بقى الكومبلكس نمبر ده؟ بيتكون من حاجتين، جزء ريل وجزء imaginary. طيب، الجزء الريل ده بيبقى رقم عادي مفهوش ايات، مثلا 5. طيب، في ما بينهم بلس او ماينس عادي، مش الاتنين طبعا، يا بلس يا ماينس. رقم جنبه اي
مثلا يعني هنا 2 اي. هقول لك طلع الاي بره البوكس عشان اقول لكم ايه دلوقتي. ماشي، ده اسمه كومبلكس نمبر بنرمز له بزد. تمام. طيب إيه الدنيا بقى دلوقتي؟ لما اجي اسالك على اقول لك ايه الجزء الريل اللي معايا، هتقول لي 5. لما اجي اقول لك ايه الجزء الايماجينري اللي معايا، ما تقوليش 2 اي. تمام، اسمها 2 بس. ليه؟ طب ما جنبها اي. ما هو انا لما بسالك على الجزء الايماجينري قصدي على الرقم اللي جنب الاي. تمام، مش بقول لك ايه اللي موجود هناك. طيب ده معناه الزد. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنفرض مثلا ان انا معايا زد اسمها زد 1، وهسميها مثلا 2 زائد 3 اي، والزد التانية هيبقى اسمها 5 زائد ناقص مثلا 4 اي. تمام. لما لي دي كده برضو حطها فوق قصاد هنا كده، صفر التانية برضو. ماشي. ايه بقى المطلوب دلوقتي؟ طالب منك انك تجيب زد 1 بلس زد 2. طيب ايه العمل دلوقتي؟ العمل انك هتعمل بمنتهى البساطة بلس ماين. يعني ايه الكلام ده؟ طب انا هعمل ازاي بلس؟ تعالى بص اوريك. اول حاجة هتكتب 2 زائد 3 اي اللي هو الزد 1 بلس على طول 5 ناقص 4 اي. طب وبعدين هتجمع الارقام الريل مع الارقام الريل، والارقام الايماجينري مع الارقام الايماجينري. تمام. طيب بص بعينك كده معايا، عايزين نطلع الارقام الريل. كنا نغير لون القلم ثانية. لا برضه استعمل ده. الرقم الريل اللي معايا هنا 2 والخمسة. ليه؟ عشان دي ارقام مفيش لازق فيها اي. ايه مفيش لازق فيها؟ مش لازق فيها اي يعني. ماشي. طيب جمعهم مع بعض، 2 زائد 5 يبقى 7 بلس. جمع لي الارقام الايماجينري لوحدها. طيب 3 اي وسالب 4 اي يبقى سالب اي. تمام. يبقى تشيل البلس دي وتحط لي نيجاتيف اي. يبقى ده الزد 1 بلس زد 2. تاني كده انا عملت ايه؟ كتبتهم كلهم في ما بينهم بلس عادي، وجمعت الجزء الريل مع الجزء الريل، وجمعت الجزء الايماجينري مع الارقام الايماجينري، وحطيتهم في نفس الفورم اللي هو ايه؟ رقم ريل ورقم ايماجينري جنبه. تمام. تعالى نجيب زد 1 ماينس زد 2. ماشي، ثواني. بص تعالى نجيب زد 1 ماينس زد 2. هيجي ازاي؟ نفس الحوار بالظبط، بس خلي بالك في الماينس. ليه خلي بالي في الماينس؟ هقولك. ممكن ثواني اصل دي فوق. ليه اخلي بالي في الماينس؟ هقولك. انا هكتب الاول زد 1 اللي هي 2 بلس 3 اي. تمام. ماينس. غلط، لازم اعمل براكت وبراكت. ليه؟ عشان الترم التاني اللي هو هيبقى فيه، اللي هو زد 2 قصدي، اللي هيبقى فيه 5 ماينس 4 اي. تمام، ده ترمين. فالنيجاتيف دي هتخش هنا وهتخش هنا، ما ينفعش تتحط على طول. لو اتحطت على طول يبقى هتتضرب في الخمسة بس، مش هتضرب في الأربعة اي، تبقى ساعتها ناتج غلط. طيب يلا بينا نضرب النيجاتيف ده هنا وهنا، هنا وهنا. طيب اكتب الكلام تاني. تقول لي 2 بلس 3 اي ماينس 5. ضربت النيجاتيف في الخمسة بقت نيجاتيف 5، والنيجاتيف في النيجاتيف 4 اي هيبقى بلس 4 اي. طيب يلا نجمع الريل مع الريل والايماجينري مع الايماجينري. انت مش قلت هات ماينس؟ مش احنا بنعمل دلوقتي ماينس؟ لا، طب ما انا عملت الماينس اصلا خلاص. انا كتبت فوق بالماينس، بس انا هنا خلاص انا وصلت للشكل ده، فبجمع الشكل اللي قدامي عشان يبقى جزء واحد ريل وجزء واحد ايماجينري، مش هفضل المه كده. طيب ريل
بس طبعا متحطش النيجاتيف. ماشي. imaginary. يلا اكتبه. 2 ناقص 5 هيبقى -3. ماشي. بلس 3 اي زائد 4 اي هيبقى 7 اي. تمام. دي كده الزد 1 ماينس زد 2. طبعا تختلف تماما زد 2 عن زد 2 ماينس زد 1 تختلف عن دي. تمام. طيب في حاجة كمان بنعرف نعملها وهتبقى مطلوبة ان احنا نعملها برضو، انك تضرب زد في زد. ماشي. فضي كل ده. هو مثلا دلوقتي طالب زد 1 مضروبة في زد 2. صغرها. بص يا معلم، هتعمل ايه؟ هتحطهم في براكت برضو. ليه؟ هقولك. اعمل براكت وحط جواها 2 بلس 3 اي. وعلى فكرة الشكل ده أكتر شكل بيجي، الشكل ده وشكل الديفايدد اللي أنا هشرحه بعد ده. تمام. اقفل براكت وافتح براكت تاني جواه 5 ماينس 4 اي. طيب ايه العمل بقى دلوقتي؟ أول حاجة هتمسك أول براكت تضرب الاتنين هنا مرة وهنا مرة. طب وبعدين؟ ماشي، هتضرب ال3 اي هنا مرة وهنا مرة، ويبقى كده السؤال اتحل. طيب ايه الصعب في كده؟ مفيش حاجة صعبة. طيب يلا بينا. هتضرب الاتنين في ال5 هيبقى 10. ماشي. وبعدين هتضرب الاتنين في -4 اي هيبقى -8 اي، فتحط -8 اي. ماشي. وبعدين هتمسك ال3 اي هتضربها في ال5. 3 اي في 5 هيبقى 15 اي، هيبقى بلس 15 اي. ماشي. وبعدين همسك ال3 اي دي هضربها في -4 اي. 3 في -4 يبقى -12، واي في اي باي سكوير. يبقى تاني كده معايا المفروض يبقى معايا ايه؟ -12، عشان الحتة دي مهمة بلون مختلف. -12 اي سكوير. طيب ما فيش حاجة جديدة عن اللي فات؟ في طبعا حاجة جديدة. ايه هي؟ الاي سكوير. انا كنت قايل لك ايه الاي سكوير بتساوي ايه، قصدي في اول سيكشن كنت قايل لك ان الاي سكوير تساوي -1. طيب انا لما الاقي اي سكوير اقدر اشيلها واضرب في نيجاتيف. يعني هي كانت -12 هتبقى بوزيتيف 12. والاي طول واضحة ولا عيد تاني؟ محدش هيرد عليا طبعا، الغباء اللي انا فيه ده. ماشي. وبعدين بقى دلوقتي هعمل ايه؟ هجمع بقى الجزء الريل مع الجزء الريل والايماجينري مع الايماجينري. ما انا خلاص ضربتهم في بعض، بس قدامي المنظر ده انا محتاجه يبقى جزئين بس، جزء ريل وجزء ايماجينري. طيب ريل بس كده. ماشي. 10 زائد 12 هيبقى 22. بفكر في كل ده. ماشي. -8 اي زائد 15 اي هيبقى -7 اي. ده الضرب بتاعها. تمام. ماشي لحد هنا الدنيا لذيذة. طيب اللي جاي بقى مش لذيذ قوي بصراحة، أو هو لذيذ بس أنا لذيذ يا جماعة. خلاص رجعت في كلامي، هو لذيذ جدا. المحاضرة كلها أصلا زي الفل، وبحب بصراحة درس الكومبلكس ده. اعتبره دلوقتي طالب Z1 على Z2، أقسمهم على بعض. هيبقى إيه العمل دلوقتي؟ هقولك. صغرها بس ثواني. سكشن بقى يلا في السريع. لو عايز اقسم زد على زد ايه اللي بيحصل؟ ولا اي حاجه. اقسم الزد اللي انت عايز تقسمها على الزد التانية، وخلي بالك الترتيب مهم جدا عشان هتطلع ناتج تاني. تمام. يلا اكتب الزد الاولانيه اللي هي 2 بلس 3 اي على الزد التانية اللي هي اتمسحت ليه؟ كان في فوق ناقص 4 اي. تمام. 5 ناقص 4 اي. معرفش اتمسحت امتى دي، بس تمام. انا كده المفروض حليت السؤال، بس ده مش منظر. ماشي. المنظر بيجي امتى؟ لما بضرب في الكونجكت. ايه الكونجكت ده؟ الكونجكت ده، وعلى فكره اللي انا بقوله ده طريقه حل السؤال، بس انا بتكلم في ان انا خلاص الاوبريشن اللي انا عايز اعملها عملتها. ماشي. بس اللي جاي ده تبسيط.
طيب ايه الكونجكت اللي انا لازم اضرب فيه ده؟ بص، الكونجكت ده بتمسك الدينومينيتور اللي هو الجزء اللي تحت، بتغير اشاره الجزء الايماجينري الخيالي اللي هو اللي جنبه اي. يعني هنا هو سالب 4 اي هتبقى 4 اي. طيب ايه بقى هعمل ايه بالكلام ده؟ تضرب فيه فوق وتحت. يعني ايه؟ يعني همسك هنا الكلام ده اضربه في 5 زائد 4 اي، وفوق فيه 5 زائد 4 اي. ماشي. ماذا بعد؟ المنظر ده هيحسن لي شكل السؤال وهيسهله عليا. طيب يلا بينا. عشان اضرب الكلام ده في الكلام ده، همسك الكلام ده اضربه في الكلام ده، وامسك الكلام ده اضربه في الكلام ده. اظن الكلام واضح. ماشي. اعمل فراكشن كده، ويلا نمسك كل عنصر نضربه في كل العناصر. الاتنين هضربهم مره في الخمسة وهضربهم مره في الاربعة اي. 3 اي هضربها مره في الخمسة ومره في الاربعة اي برضه. طيب يلا بينا. 2 في 5 10. 2 في 4 اي يبقى زائد 8 اي. شكلها وحش. ثواني. زائد 8 اي. ماشي. 3 اي في 5 يبقى زائد 15 اي. طيب 3 اي في 4 اي يبقى زائد 12 اي. ماشي. تعالى لي على اللي تحت، نفس الحوار بالظبط. تمسك الخمسة تضربها في الخمسة اه، والخمسة في الأربعة اي، والسالب 4 في الخمسة، والسالب 4 سالب 4 اي طبعا، سالب 4 اي في الأربعة اي. طيب يلا بينا. 5 في 5 25. 5 في 4 اي هيبقى زائد 20 اي. طيب سالب 4 اي في 5 هيبقى سالب 20 اي. سالب 4 اي في 4 اي هيبقى ناقص 16 اي سكوير. يلا بينا. ايه؟ يلا بينا نبسط الشكل ده. انت معاك ارقام ريل، اللي هو دي ريل وده ريل، ولا ايه؟ لا، انا هنا اصلا كتبت حاجه غلط، اتمنى تكونوا خدتوا بالكم. هو المفروض لما ضربت 3 اي في 4 اي يطلع لي 12 اي سكوير. انا كتبت 12 اي بس، هنا في سكوير. ماشي. اشكر جدا والله اللي خد باله. طيب ممكن قبل ما اجمع الريل مع الريل، الايماجينري مع الايماجينري، اعمل حاجه ايه؟ مش انا قلت لك ان الاي سكوير هي النيجاتيف 1؟ طيب انا ممكن اشيل اي سكوير دي واضرب في سالب 1. طيب لما اضرب ال 12 في سالب 1، البلس دي هتبقى ماينس. ولا عملت اي حاجه، انا كده خليت شكلها كويس. انا عملت اصلا الحوار ده كله عشان ابسط التبسيطه دي. طيب نفس التبسيطه دي تحت. شايف الاي سكوير دي؟ شيلها وحط مكانها سالب 1. مش تحط مكانها، انت هتضرب في سالب 1. تمام. فهتغير الاشاره بتاعه السالب 16. هي كانت سالب 16 هتخليها موجب 16. حلو. نبسط التبسيطه كمان. معاك هنا 20 اي ومعاك هنا سالب 20 اي، طاروا مع بعض في داهيه. تمام. ماشي. ادي تبسيطه كمان. اتبقى لك تحت ايه؟ 25 زائد 16، وانا بجمع اهو. 25 زائد 16 41 اهو. 41. انا كتبت 4 اي. تمام. دي 41. ماشي. فوق بقى تعالى نجمع. معاك ال10 اللي انا عامل عليها هايلايت، ومعاك السالب 12 دي. طيب 10 زائد سالب 12 هيبقى سالب 2. ماشي. امسح لي الكلام ده كله وحط سالب 2. دي سالب 2. تمام. معاك 8 اي اللي هي دي، ومعاك 15 اي. 8 اي زائد 15 اي يبقى 23 اي. صح. شيل الكلام ده وحط 23 اي. طيب انت معاك فوق 23 اي ناقص 2، بس انت عشان تخلي شكلها حلو زي ما احنا متعودين عليها ممكن تكتب السالب 2 دي في الاول زائد 23 اي. اظن ما عملتش اي حاجه غلط. تمام. عشان ما حدش يقول لي انت ليه عملت كده، انا غيرت اماكنهم بس عشان يبقى شكلها كويس، الشكل اللي انا متعود عليه. طيب فضي فوق كمان وحط لي دي هنا كده. يبقى الشكل النهائي معاك في السؤال سالب 2 زائد 23 اي على 4 على 41. طيب هل ده الشكل اللي انا بستلم بيه الاسئله؟ يعني انا مثلا ده ينفع اقول لك ان ده شكل الزد؟ لو عملت تبسيطه بسيطه اللي هي ايه؟ هقول لك. انا فاكر لما قلت لك في فيديو، مش فاكر انهي فيديو، قلت لك ان انت ممكن تقسم ده على ده بلس ده على ده. طيب يلا بينا. سالب 2 على 41 ملهاش تبسيطه. سالب 2 على 41 ده الجزء الريل بلس الجزء الايماجينري 23 اي على 4 على 41. انا مش عارف ليه طالبه معايا 4.
23 اي على 4 اكتبها وخلاص. 23 اي على 4 يبقى ده معاك الجزء الريل وده معاك الجزء الايماجينري. طيب ماشي، دي الإجابة النهائية للسؤال. سؤال سهل. بصوا، الأسئلة هنا مش هتبقى مأيداك في حاجة. يعني أنت مثلا لو ألفت زد، حطيت أي رقم ريل وأي رقم ايماجينري، تمام، وجبت زد تاني وعملت أي رقم ريل وأي رقم ايماجينري، امسكهم اعمل بلس ليهم، اعمل ماينس، اضربهم في بعض، اقسمهم على بعض، تمام. ده أسئلة مضمونة في الامتحان. يعني مثلا ممكن هألف لك أنا سؤال دلوقتي، أقول لك مثلا زد 1 بتساوي 25 زائد 2 اي، وزد 2 بتساوي 3 ناقص 3 اي. ماشي، اعتبر ده سؤال assignment ليك وحلو. سؤال كمان مثلا لو قلت لك زد 1 بتساوي 13 وزد 2 بتساوي 13 اي. ده سؤال يعني هيطلع لك إجابة برضه، ماشي، بس ما تتلخبطش. يعني هنا في ريل ومفيش imaginary، عادي اتعامل معاها لأنها زد برضه، وهنا في imaginary مفيش ريل برضه اتعامل معاها عادي. ماشي، حل برضه السؤال ده. زد 1 بتساوي 5 زائد اي، وزد 2 بتساوي 1 ناقص 2 اي. ماشي، حل التلات أسئلة دول، اعمل بلس واعمل ماينس واعمل ديفايد واقسمهم على بعض. هي اعمل بلس واعمل ماينس واضربهم في بعض واقسمهم على بعض، تمام. ماشي كده احنا غطينا كل حاجة في المحاضرة دي. محاضرة خفيفة جدا جدا، ان شاء الله يجي منها أسئلة كتير عشان تضمن منها درجات. دي أسهل حاجة عندك في المنهج بقى بجد. انت لو حفظت الكام قانون اللي انا كتبتهم في الأول، انت خلاص انت تمام كده. انت ليك عندي بالظبط حتتين صغيرين خالص، الاكزاكت والهوموجينيوس. توقعي كعمر ان هم مش جايين، بس طبعا مش همشي بالتوقع وخلاص، يعني انا مش بألف. بس هي ما جاتش ولا مره، ولا في كويز، ولا في امتحان، ولا في اي حاجه، غير انك تبقى عارف شكل السؤال بيبقى عامل ازاي. يعني السؤال ده تشوفه تقول هوموجينيوس، بس ما جالناش ان احنا نصلحه قبل كده. طيب لو طلع مهم وجه قبلها، اكيد يعني هيكون حد بعت اي حاجه ليها علاقه بالماده، اول ما تتبعت على طول هشرحها. ماشي، بس انا مش لاقي بجد ماتيريال نظيفه، مش لاقي اسئله نزلت عنهم. ماشي، كلها اسئله متصوره مثلا من سيكشن ولا حاجه، وهو سؤال واحد بس في كل حاجه فيهم تقريبا، وملوش طريقه واضحه يعني. بس فمحدش يقلق خالص، ربنا معاكم، واللي وصل لهنا بطل والله العظيم. بس ربنا معاكم.